السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس في كل العالم كله، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وان شاء الله رمضان يعني دخلته علينا وعلى جميع البشر في العالم كله تكون بالخير والسعد والانفراجات بأمر الله تعالى. كل عام وأنتم بخير يا حبايبي، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات. أتمنى إنها تكون توقعات خفيفة وإيجابية في نفس الوقت. معلش تزعلوش مني إن أنا اتأخرت عليكم جدا، بس اعذروني عشان كان في قراءات يعني مؤجلة وكده. ان شاء الله هنكون مع بعض كل يوم بأمر الله، وبفكركم باللايك يا حبايب قلبي والشير، وانكم اول اللي يشوف الفيديو يبتدي ان هو يشيره، واللي لسه اول مرة يشوف القناة يبتدي ان هو يشترك فيها. وهنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أصحاب برج القوس حبايبي، في عندك رد كرامة على أشخاص معينة. يمكن كان في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة، أو مثلا من يومين، أو لسه هيحدث كمان يومين، إن كان فيه مشكلة. هي بدأت بسيطة ولكن كبرت، يعني المشكلة كبرت. انت ما كنتش تتمنى ان هي تكبر، وما كنتش تتمنى ان في اشخاص معينة يتدخلوا فيها، لانك انت مش عايز تعرف اسرارك لحد. ولكن غصب عنك، يعني الموقف اللي انت اتحطيت فيه او اللي انت هتعيشه لسه هيجبرك ان انت في اشخاص، وهم على فكرة الاشخاص دي مقربة منك كمان، يعني مش اشخاص، مش حد غريب، هم ناس مقربين. انت ما انتش عايز ان هم يتدخلوا في حياتك ويعرفوا اسرارك، ولكن غصب عنك هيعرفوا كل ده. وهو ده وهو ده اللي هيكون يعني عامل لك قلق او كده. بس انت هتحاول تغطي على الموضوع، تحاول ان انت تغطي على اسرارك. بس معلش انت يعني لو حد عرف حتى عنك حاجة ما تزعلش، لانه الموقف هيكون مجبر بكده. في كلام كتير جدا جدا حواليك وعليك وعلى حد يخصك. كلام يعني صرصرة كلام. هم عايزين الحقيقة يشوهوا في سمعتك ويتكلموا في ظهرك ويطعنوك في ظهرك، لانك انت احسن منهم بكتير جدا جدا. والفترة الجاية ان شاء الله، والفترة اللي انت حتى فيها دي كمان، افضل واحسن من فترات كتيرة مرت عليك. الفترة اللي جاية بخصوص رفعة شأن، بخصوص مال ان شاء الله هيكون في ايدك بشكل غير طبيعي بأمر الله. كل أي مشكلة كانت موجودة في حياتك إن شاء الله هتوجد لها حل. حتى لو الحل ده هو كان لسه قدامه فترة، ولكن برضو هيكون الحل ده بمثابة خير ليك وانفراجة ليك. في حكم قضائي هيكون لصالحك، في حكم قضائي هيكون لصالحك بأمر الله. وفي فرحتين جايين لك ان شاء الله، في شمعتين هم عندك منورين، ودي حاجة طبعا كويسة جدا جدا. الفرحتين دولت هيبقوا بينهم وبين بعض زي ممكن هنقول شهر او شهر، يعني ما كملش الشهر. ماشي، هيكون في بينهم شهر بين الفرحتين دولت ان شاء الله. وفرحة تخصك انت شخصيا، وفرحة تخص حد من دمك، يعني بنتك، ابنك، حد مقرب جدا 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 لقلبك. وانت هتبقى سعيد جدا ومنتش يعني مش مستوعب. يعني انت هتقول لنفسك ازاي يبقوا فرحتين ورا بعض بالشكل ده. انت هتقول انت يعني صبرت ونلت. بس برضو خلي بالك من الحساد، وخلي بالك من اللي حواليك، وخلي بالك من أقرب الناس ليك، لأن هم مش عايزين كده، هم عايزين يستغلوك دايما. يعني طول ما انت محتاج ليهم هم طبعا فرحانين. انا بقولك احذر احذر، لان هم عاوزين يستغلوك ماديا ومعنويا.
في واحدة هي مقربة ليك، مقربة ليك، آه، انت مش بتحبها خالص او انت مش بتحبها خالص. هي نفسها ومنى عينها يعني تعرف حاجات عنك، سلبيات، علشان مثلا تعايرك بيها، علشان ان هي تبتدي انها تتكلم عليك. هي بتتكلم عليك طبيعي، بس الامرأة ديت احذر منها جدا. يعني اولا عينيها فيها حسد عليك شديد. يعني اول ما بتشوفك بيقع الحسد عليك او لحد منك مقرب، يعني بنتك، ابنك، تفهمين؟ فاحذروا منها. للأسف هي يعني اعتبر ان هي مثلا ممكن تبقى مرات اخ، ممكن تبقى عمة، ممكن تبقى خالة حتى كمان، ولكن احذروا منها جدا جدا. هي فيها شيء مميز في وجهها، يعني وشها فيها حاجة مميزة. ممكن عينيها تكون واسعة جدا، رموشها طويلة، يعني فيها شيء بيجذب، بيجذب الأشخاص يعني ليها أو كده. احذر منها جدا جدا جدا. آه، يعني ربنا ينجيكم إن شاء الله. عندك في بيتك إن شاء الله انتقالة لمكان، بس انت في شيء أزعجك، ممكن من يوم أو يومين. انت حلفت كده وقلت خلاص والله انا مش هسيب المكان، انا مش ناقل من المكان، انا، ولكن رجعت نفسك تاني. و يعني لو المكان اللي انت هتنتقل فيه دوت، لو في اخر الدنيا هو احسن من المكان اللي انت فيه، لان المكان اللي انت فيه الحقيقة فيه سلبيات كتيرة جدا جدا. وانت طبعا مش الطاقة السلبية بتأثر عليك، وبتأثر عليك بشكل جامد وبشكل ملحوظ. آه، فانت لازم تقرر القرار دوت، لازم ان انت تتخذ القرار دوت، لازم ان انت فعلا تنقل من مكانك، لازم من بلدك، من مكانك، المكان اللي انت فيه خالص، لان الانتقالة ديت مطلوبة في حياتك. الانتقالة ديت بشكل يعني كبير جدا هي مطلوبة في حياتك، لان هي هتغير حياتك للأفضل والأحسن أكيد. انت في حد في حياتك او اكثر من شخص انت بتحاسبن عليه ليل ونهار، يعني بتقوم وتنام على الحسبنة. ماشي، هو ظلمك كتير جدا ومازال بيظلمك، وطبعا انت عارف الاشخاص ديت وعارفهم كويس وبتحاسبن عليهم ليل ونهار. ان شاء الله ان شاء الله حقك هيرجع من الناس دي، ان شاء الله حقك هيرجع من الناس دي قبل ما، يعني لو انت تبقى صايم قبل ما تشرب حتى المية، لازم ان انت تطلب من رب العالمين طلبك وامنيتك، وان شاء الله هتتحقق لك بأمر الله خلال الشهر الكريم ده، ان شاء الله بأمر الله تعالى. جاي لك رسالة، الرسالة محملة بالأخبار الحلوة السعيدة. رسالة كلها يمكن هي قصيرة جدا، فيها بعض الكلمات البسيطة، ولكن كل حرف في الرسالة ديت بانبعاث روح حلوة فيك جدا جدا، هتغير من شخصيتك، هتخليك تتألق، هتخليك بعد حزن هيبقى فيه فرح. انت في شيء معين جواك بيألمك آه، الفترة الأخيرة ديت بالذات، حاسس بالحزن، حاسس يمكن بضيقة في النفس، حاسس ان انت في امر غالب عليك، امر غالب عليك. لازم تتخلص من الامور دي كلها، ولازم تستعيد شخصيتك ونفسك، علشان انت شخصيتك حلوة جدا جدا، ولكن شخصيتك عايزة دفعة للأمام. ايه هي الدفعة ديت؟ انك تكون دايما قوي، انك تكون دايما قوي، متخليش اي حد يأثر عليك، متخليش اي زعل يأثر عليك. لو انت دلوقتي بتسمعني وجواك اي طاقة سلبية، تحاول ان انت خلاص تنفر الشيء ده من داخلك.
تستعيد طاقتك الحلوة الجميلة الإيجابية. تبتدي ان انت تغير، يعني لو قاعد مثلا في مكان معين روح مكان تاني، يعني في نفس المكان اللي انت فيه في بيتك، يعني مثلا قاعد في الغرفة ديت انتقل لغرفة تانية، مكان تاني، استعمل البخور. دايما ان انت تبقى متيقن ان ربنا مش بيسيب حد. بيقول يا رب. أصحاب برج القوس أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. أتمنى منكم اللايك والاشتراك في القناة، وأحبكم جدا جدا، وكل عام وأنتم بخير.